سلاحهم الصحفيين نحيي ككل سنة ذكرى مغادرة ورحيل الزعيم النقابي حميد عاشور مؤسس الاتحاد، ولكن أيضا هو زعيم وطني مثل ما كان زعيم في الحقل الاجتماعي. الذكرى هذه تتزامن على مرور 5 سنوات الثورة التونسية. بلادنا تشهد للأسف الشديد معناها تقلبات صعبة، خاصة هذه السنة هناك أزمة أمنية قائمة، ولكن إن شاء الله هذه الظاهرة فتاك للإرهاب ننتصر عليها بفضل معناها جيشنا الباسل، بفضل قوات أمننا الحازمة، ولكن أيضا بفضل هذا الالتفاف وهذا المد وهذه الوحدة الشعبية المتماسكة من شمال البلاد إلى جنوبها. بالمناسبة أيضا لابد أن نحيي فيها أهالينا في الجنوب التونسي المرابطين على الحدود كما يقال على ما أظهروه من مسار، على ما أظهروه من وطنية، على ما أظهروه من وقفة معناها نتاع صمود نتاع تحدي، وأثبتوا وأن لا موقع الإرهاب ولا حرب الإرهاب في تونس. طبعا أيضا بلادنا تمر بفترة اقتصادية صعبة، مثلما نريد أن نكسب معركة الإرهاب ونكسب الأمن لبلادنا. رأيت لابد لكي تستقر الأوضاع لابد أيضا من كسب المعركة الاقتصادية. هناك تحديات اقتصادية كبيرة، جهود البلاد مشتتة بين إرساء الأمن ولكن أيضا بين تحقيق النجاحات الاقتصادية. تحديات كبيرة معناها تنتظر بلادنا. صار الاتحاد كما عهد يلعب دوره الاجتماعي ولكن أيضا يلعب دوره الوطني، مثل ما لعب دوره الوطني في بداية التأسيس. اليوم أنا نقف على مناقب هذا الزعيم الفذ الذي سخر حياته لخدمة العمال ولكن أيضا لخدمة البلاد الجميع. يعرف ما لعب حميد عاشور سواء كان في معركة تحرير استقلال البلاد ولكن أيضا ما قام به من تضحيات أثناء إرساء الدولة الفتية، ولكن أيضا ما قدمه من جهد ومن تضحيات من أجل أن تحقق البلاد الاستقرار. ولكن كما تعرفوا مرت حياة هذا الزعيم بتقلبات كانت مفروضة عليه، لأنه كان منحاز إلى شعبه، كان منحاز أيضا إلى الحس الوطني. للأسف الشديد صدم في العديد من المرات هذه الشخصية الفذة بضغوطات صمد أمامها. وأنتم تعرفوا أنه كان يلقب بالأسد العجوز نظرا لما كان يمتاز به من حنكة من شجاعة، ولكن أيضا من حس وطني جعله يصدع مصلحة البلاد فوق الاعتبارات الأخرى، الشيء اللي تطلب منه معناها يحاكم. وهي معرة في جبين تاريخ تونس أن هذا الرجل رغم ما قدمه للبلاد وما قدمه للعمل النقابي أنه معناها يسجن 3 مرات متتالية في دولتنا بعد الاستقلال. حصيل وانت يبقى المعلومة ولا نكلمك. ها
الضامنين دفاعا عن المنظمه هذه، معناها الجيل هذايا والجيل الشباب والجيل الجاي، واحنا موجودين كذلك دفاعا على بلادنا، وهذا ما تعلمناه على حبيب عاشور. نحييو ابنائه اللي موجودين معنا، نتمناو للحاجه الشفاء. الخويا ثامر زاد كيف اللي هو ما نجمش يجي باعتبار وضعه الصحي، ونقول لكم وخياني راو قرقنا في عينين الناس كل، لأن قرقنا أنجبت فرحة حشاد وأنجبت لحبيب عاشور، ونعد خيالنا أنه المكتب التنفيذي للاتحاد العام وعلى رأسه الأخ الأمين العام معناها اهتمامهم كبير بالمشاغل اللي موجودة في قرقنا، وفي نعرفوها مشاغل تنموية، مشاغل شبابنا العاطل على العمل، مشاغل معناها عديدة، والخيان وهوش مقصرين في دعمنا في المسائل هذه. مرة أخرى خويا حسين نرحبوا بك بينا، وكلمة للخيان اللي سامحني اخي محمد علي. كلمة ترتيب لي مساج محمد علي كتب عام الاتحاد المحلي للشباب. تفضل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أصال عن نفسي ونيابة عن إخوتي أعضاء الاتحاد المحلي ونقابي ومتساكني جزيرة قرقنا، وباسمكم جميعا نرحب بالأخ حسين العباسي الأمين العام الاتحاد العام للشغل، وكافة الإخوة الأمناء العامين المساعدين اللي شرفونا بحضورهم هذا اليوم في ذكرى 17 لوفاة الزعيم النقابي والوطني الحبيب عاشور، واللي لابد أن نحييه حضور الإخوة النقابيين القدامى واللي ما زالوا في قلوبنا، الأخ محمد شعبان، الأخ علي بن رمضان، الأخ مسعود ناجي. بالطبيعة لابد أن نرحب بالسيد معتمد وبالسيد الوالي والأخ مسعود ناجي. كيف لابد أن نحيي معنا ونرحب. صباح الخير قبل كل شيء. مبروك. ولكن ماذا عساني أن أقول وأنا في بيت الزعيم الوطني، الزعيم النقابي، الزعيم المؤسس لهذه المنظمة العتيدة، هو ثلة من رفاقه. مش نجم نقول خاصة وأنا في هذا الصباح موجود لا فقط بين العائلة الضيقة للزعيم الحبيب عاشور، ولكن أيضا بين العائلة الموسعة لتقريبا أغلب أعضاء الهيئة الإدارية، ولكن يتميز به هذا الحضور في هذا اليوم تحديدا هو أيضا الوجوه النقابية، سواء كانت من أصل الجزيرة ولا من خارج الجزيرة، واللي هي موجودة أيضا الآن، بحيث هي خلينا نقول لما تقريبا يعسر أن معناها تتوجد إلا في مثل هذه المحطات. شنو نجم نقول؟ أنا في منزل معناها الأسد العجوز كما كان يلقب، واللي تقريبا تربينا على أيادي معناها هؤلاء، واللي كان عندنا شرف أن اشتغلنا معناها لمدة معه، وتعرفنا على سي حبيب عن قرب، وممكن أنا من بين كثير معي أيضا اللي ممكن أتيت إلى هذا المنزل وسي حبيب موجود فيه اليوم أيضا. سي حبيب أن نعتبره لا موجود في هذا المنزل فقط بصورته ولا بأحفاده وأبنائه، ولكن هو أيضا موجود في قلب كل النقابيين، ولكن نحب نقول لكم أكثر أنه موجود في معناها قلوب كل التونسيات وكل التونسيين، لأنه سي حبيب سخر حياته
لخدمة القضايا الاقتصادية والاجتماعية وفي خدمة العمال، ولكن أيضا سخر حياته خدمة لقضايا المهمشين، لقضايا الفقراء، لقضايا العاطلين عن العمل. وكان تقريبا عنده هذا الحس الوطني الجامع من معناها في حياته في سيرته المهنية. كان يعتني بكل هذه القطاعات سواء كانت داخل الاتحاد أو خارج الاتحاد. نحن في دار الزعيم النقابي اللي هو أيضا تقريبا سخر جهده بالإضافة إلى الشيء اللي يكون يدخل فيه لخدمة البلاد. خلينا نقول الدور اللي لعبه سواء كان قبل فترة التأسيس وبعد فترة التأسيس، وكلكم تعرفوا معناها الأحداث على اللي شهدتها جهة صفاقس على أثر الإضراب العام اللي كان في 5 معناها أوت من سنة 1947. ما طرفوا من شهداء، من جرحى، من مشردين عن العمل، كان في جزء منه دفاعا عن حقوق العمال، ولكن في جزء منه هي رسالة موجهة إلى فرنسا وأن هذه المنظمة الفتية اللي تختلف تقريبا تركيبتها وأهدافها على كل التنظيمات النقابية الموجودة في العالم. هذا المزج بين الحس الوطني وبين الحس الاجتماعي، واللي سي الحبيب كان عنده دور معناها كبير فيه. محاكمات اللي معناها تعرض لها سي الحبيب لا فقط من أجل ممارسة الحق النقابي، ولكن من أجل معناها ممارسته للدور الوطني، وربما كان يشكل اختر دور الوطني أكثر من يشكله معناها الوضع الاجتماعي في تلك الفترة، نظرا اللي كانت فترة معناها بتاع استعمار، ما فيش استثمار، ما فيش شغل، ما فيش حقوق ضامنة تقريبا، لأنه التوجه اللي كان معناها يعطيه من وقته اللي هي مصلحة البلاد، اللي هي كانت تسبب في أنه يتعرض إلى محاكمات. ولكن ممكن ما يخجل به تاريخ تونس ما بعد الاستقلال هو أن هذا الرجل كان بالإمكان أن يكون مبجلا، يكون معناها في مقدمة الصفوف الأمية للاحترام. للأسف الشديد نال ربما من حكومة بعد الاستقلال حتى أكثر ما نالوا معناها قبل فترة الاستقلال. قبل من نمشيو للمحكمة السلام عليكم. لاباس تمام. السلام عليكم. السلام عليكم. جميع الشهداء وين؟ جميع الشهداء. هاي أوز نتكلم ولا 5 ما تكلمناش اليوم ولا 5 أوز. الإمكانية موجودة عندنا باش يا توفيق. استاذ يا ودي دابا شويه يا ولدي امشي قدامي ودي خلينا نصور. عايش ولدي.
اقرأنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم يا حليم يا منان يا عظيم الشأن يا متفضلا بالإحسان يا من قلت في كتابك العزيز وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. اللهم أقدمه على الرضا والرضوان والعافية والإيمان وأدخله فراديس الجنان. اللهم تقبله في مقام كريم مع الذين رضيت عنهم ورضوا عنك. اللهم أسكن روحه في أعلى عليين مع النبيين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا رب العالمين. اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم يا رب انشر أمنك وسلامك وأمنك على بلادنا وعلى سائر بلاد المسلمين واهد شبابنا إلى ما فيه. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الله يرحمه. الله يرحمه. توفيق. اختارنا النضال نتاعو بالدفاع عن حقوق النقابين، ولكن اختارنا اكثر بالدفاع على تونس ومواضيع تونس. اليوم بلادنا تمر فترة انتقالية صعبة. شبكة قيادة الاتحاد لعبت دورها الوطني أثناء فترة الكفاح، ولكن أيضا لعبها دورها الوطني أثناء بناء دولة الاستقلال الحديثة، واللي بقات تقريبا قوة اقتراحها ما تتخلاش على الدور نتاعها. إن شاء الله هالفترة الانتقالية الصعبة اللي تمر بها بلادنا اللي فيها كثير من التحديات، تحديات أمنية واقتصادية، بلادنا محتاجة الآن في أكثر من أي وقت مضى إلى حوار وطني لمناهضة العنف والإرهاب. بلادنا أيضا محتاجة إلى حوار وطني يخرجها من الأزمة الاقتصادية الصعبة اللي تردد بها، وبلادنا أيضا محتاجة إلى حوار وطني اللي ممكن يدفع بالاستثمار، ممكن باش يخلق معناها مواطن شغل في بلاد نسبة البطالة. بلادنا محتاجة إلى اللي كما قلنا أعطوا البعد الوطني لهذه الذكرى. نحن موجودين هنا كما قلنا، عشنا مع سي الحبيب برشا، عشنا معها في دار وعشنا معها في الاتحاد العام، عشنا معها في كل الأماكن اللي كان يحب هو يمشي لها ويقعد فيها، واليوم احنا معاه أمام ضريح ونقفوا إجلالا لروحه سي الحبيب اللي وحدنا، سي الحبيب اللي ما نتصورش كان يتمنى أكثر من هذا الحضور وهذه معناها الروح، بصراحة روح الوفاء اللي ظهرت اليوم لزعيمنا النقابي والوطني، ونقول أنه نوعدوه
وأن مش نبقى أوفياء لهذه المبادئ ومش نبقى ثابتين اللي عليها حتى نخدم تونس وحتى نخدم الاتحاد العام التونسي للشغل، لأن عاشرة الناس وعاشرة معناها سيدنا واسمح لي كان يتكلم تونس، يتكلم عن الوطن، يتكلم عن حب الشعب، حتى أنه بعض الوزراء أشاروا له أنه لو كان كل وزير في الحكومة ومسؤول معناها في البلاد لها بجهته راهو نجموا نعملوا برشا حوايج في الجهة. رجع لي صلاح قال له انا امين عام للاتحاد العام التونسي للشغل وامين عام للبلاد كامله، مانيش امين عام لجهه صفاقس فقط. وهذه عندها اكثر من معنى، احنا حاملين هالرساله هذه. و عندما الانسان والناس اللي تتربى على المبادئ هذه وتحمل الرساله هذه، ما تنجم كان تكون الى جانب اخوتنا في بنقردان، الى جانب شبابنا وعائلاتنا في بنقردان، الى جانب جنودنا وامننا في بنقردان للدفاع على تونس، والى جانب شعبنا والمواقع اللي معناها يمكن توجدوا فيها الارهابيين لمقاومتهم. والاتحاد العام التونسي للشغل بمبادراته، الاتحاد العام التونسي للشغل بمعناها جرأته مش يتعامل مع القضية هذه، ومش يجعل من تونس كلها معناها أسرة واحدة وعائلة واحدة حتى تقضي على هذا الإرهاب. وعندنا معناها واحد عملنا ولا عملنا معناها نهارين في القرى وعندنا مداخلات على وانا حرصت باش تو عندنا هذه السنين وحنا نعملوا فيها الحمد لله، وان شاء الله نكون على الاقل هو وفي شويه باللي نجم نعمل ما نجمش نعطي الحبيب ما يستحق. يعطيكم الصحة، والله يعطيكم الصحة. كي نشوف انا بوك تصور اللي يحضروا توا في مخك، تصور اللي يحضروا في مخي بويا كان يحبها هاللمة هذيا. أنا جو سوي سور كان جاي معانا توا راهو هذيا الشيخة نتاعو وقت اللي يتلموا به ولادو والنقابين، هذه فرحته الكبيرة. هو يبدا فيها أعز حاجة عنده سورتو من الناس الكل، مش معناها العباد الكل ما يحبش تونس مدام تونس هي بلادنا، هي اللي ضحاوا عليها ضحى عليها بونا، تخلي الحبس قداش مرة تظلم، معناها الظلم راهو مش باهي الظلم. هو عنده معناها الصراحة متاعو ويواجه المواقف الكل، مش كي توا معناها ما يحبش لي زنك. محمد علي وأنه كيف يبدأ ذكرى مرتبطة بجيل التأسيس لابد أن نذكر بالأهداف النبيلة
والثوابت اللي تأسست عليها منظمة الاتحاد العام التونسي للشغل، واللي لكم الفخر جميعا كنقابيين، ولكن فخركم أيضا لبلادكم، وأن هذه النقابة التي أراد لها جيل التأسيس أن تكون تمزج بين البعد الاجتماعي والبعد الوطني، اليد في اليد للاعتناء بهذه القضايا الوطنية. الاتحاد العام فرحات حشاد لما استشهد ما هوش يدافع على مطالب اجتماعية، كان رافع راية القضية الوطنية، كان القائد النقابي ولكن أيضا القائد الوطني واللي مهتم بالكفاح. في وقت تعرفوه جميعا والمؤرخين يعرفوه، الأخ محسن أحدهم، هو أنه البلاد فرغت تقريبا. فاكر الفترة اللي الزعماء السياسيين كانوا في المنافي أو في غياب السجون، النقابيين خذوا المشعل عليهم وحشاد وقعد دياله لأنه كان يدافع على تونس. الاتحاد جزء منها، ولكن في تلك الفترة هو كان مستهدف، مش لأن المنظمة النقابية هذه معناها مخلق المستعمر الفرنسي. اللي مخلق المستعمر الفرنسي في تلك الفترة هو أن هذه المنظمة التي تمزج بين البعدين هذه اللي تشكل خطر. وقصة اليد الحمراء اللي هي أثبت بعد ما رجعوا لنا الأرشيف وأن قصة مفتعلة، ولكن الفرنسيين، الحكومة الفرنسية هي التي قررت في الحشاد نظرا لما يشكله من خطر بعد سنوات من الحوارات، بعد سنوات من النقاش، واللي هي تلك الفترة اللي كنا ضيعناها. أنا قاعدين نشوف بمظاهرها اللي كنا من بعد الانتخابات وشيء لم يتغير. كنا نعتقد أننا تجاوزنا أزمة سياسية، ولكن بوادرها الآن أمام بوادر تظهر وتطفو على سطح تشير لها عديد من الإشارات التي نتداركها، وأن هناك أزمة سياسية أخرى قادمة. إن شاء الله ربي لا يمنع بلادنا منها، وإن شاء الله بمجرد التنبيه إلى هذه المخاطر ما نقعدوش محتاجين إلى إعادة حوار وطني، ولكن الكل يتكاتف من أجل تونس حتى ما تبقاش هذه الأزمة السياسية قائمة. يعني التأثير على الداخل، ولكن أيضا عندنا نتائج جد سلبية في من يتبعنا، سواء كان في المحيط اللي احنا فيه أو سواء كان على المستوى الدولي. اليوم عندنا أيضا تحدي أمن، والعمليات الإرهابية اللي بدأت تشبه بلادنا اللعب في تفسير الأحداث، والدور اللي قام به الحبيب عاشور، وكأمثلة لذلك أو على ذلك نذكر كتاب صدر سنة 2007 لوزير دستوري سابق في عهد هذه الدائرة. الكتاب هذايا اللي انتشر في 2007 استشهد فيه المؤلف بأقوال وشهادات